حضرتك تفتكر مشروع راس بناس هيبقى أكبر من مشروع راس الحكمة؟ هو اصلا اكبر من مشروع راس الحكمه. المشروع ده 170 مليون متر مربع، فيها اكبر تجمع شعب مرجانيه في العالم كله، ومنطقه هيتعمل فيها كم منتجعات سياحيه وكم فنادق وكم بنيه تحتيه في المكان اللي ما كانش اصلا فيه اي استثمار فيه قبل كده خالص. ودي عبقريه فكره التطوير العمراني في مصر ال10 سنين اخرى. وكمان المكان نفسه او المنطقه هي اوريدي فيها دلوقتي مطار عسكري ينفع يتحول مدني بكره الصبح، فيساعد على زياده الاستثمارات وزياده الديستنيشنز بتاعت السياحه في مصر بسرعه. ومصر فيها من الخيرات الكثير والكثير، وفيها اماكن تعتبر قطع من الجنه. يعني ان احنا بنروح على منطقه تكون عباره عن شويه تراب تتحول الى ذهب. ده اللي حصل في العاصمه الاداريه الجديده، ده اللي حصل في العلمين بعد ما كانت عباره عن حقول الغام بقت مدينه ابداعيه رائعه جاذبه لكل الناس من جميع انحاء العالم. فنفس الكلام بيحصل دلوقتي في المنطقه الجديده ديت اللي هي راس بناس، اللي هتساعد على الاستثمارات الجديده، هتساعد على فتح فرص عمل جديده، هتساعد على انشاء فكره الوصول للتارجت اللي احنا حاطينه، ان احنا نوصل ل 30 مليون سايح في 2030، اللي يوصلنا اكتر من 45 مليار دولار سنويا عوائد سياحه، ومصر تستحق اكتر من كده كمان.